أهلا بكم. لم يكن أي واحد في هذا العالم ينتظر أن المنتخب سيصل إلى دور الأقوياء الأربعة في كأس العالم. حضور موفق أمام منتخب كرواتيا، الجميع رشح كرواتيا بالفوز في هذه المواجهة القوية، لكن الأقدار هي شاءت أن تكون الفرحة المغربية بحضور قوي ورجولي أمام وصيف البطل. بعد ذلك الأفراح تنطلق في كل أرجاء المملكة المغربية، وعمت القلوب بعد أداء جيد أمام منتخب بلجيكا، إخراج مفاجئ لواحد من الفرق القوية في أوروبا. بعد ذلك الضحية الثالثة كانت منتخب كندا الذي أخرجنا، والآخر وأتقناه بالهزيمة الثالثة في دور المجموعات. منتخب إسبانيا إذن كان يتخوف بعد الأداء الجيد لمنتخب المغرب، فكان الحظ حليف المغاربة، فأخرجنا أيضا منتخب إسبانيا وذكرناهم بالهزائم التي والت الإسبانيين في حروب بين الأجداد المغاربة والإسبانيين. المنتخب البرتغالي دخل إلى المواجهة أمام منتخب المغرب وهو يتجاهل معركة وادي المخازن التي انهزم فيها الجيش البرتغالي واختفت الإمبراطورية البرتغالية عن الوجود رغم الجيوش الكثيرة والثقيلة بالمقارنة مع الجيوش المسلمة السعدية المغربية. تأهل تاريخي إلى دور النصف لمواجهة منتخب فرنسا. التيكو الفرنسي كاد أن يكون مع المنتخب المغربي في الوحل من الطين خوفا على صمته. أيادي خفية ومؤامرة لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى جعلت المغرب لم يتمكن من التأهل إلى مواجهة المنتخب الأرجنتيني. هذه السنة وهذه النسخة ستكون تاريخية بالنسبة لكل اللاعبين وللمدرب وكل المغاربة. انتصار تاريخي للكرة المغربية والعربية بصفة عامة على الأوروبية، وإعطاء رسالة قوية إلى كل الذين يحتقرون المنتخبات العربية وقائلين أنهم سيكونون حاضرين إن شاء الله في إحدى النهائيات ولم لا في قادم النسخ بكأس العالم. هنا بمدينة أسفي تحية خالصة إلى الزميل والإعلام الجميل حسن تفصيل سعد الحليم، أحييكم وأتمنى حظا موفقا للمنتخب الوطني المغربي في قادم المشاركات الأفريقية، وحظ موفق للوداد البيضاوي في كأس العالم للأندية. وتحية خالصة ليحيى عطية الله وعبد الرزاق حمد الله النجم الكبير الذي نحبه من كل قلب. إلى اللقاء.